الهم ده يا جماعه؟ هو احنا مكتوب علينا الهم؟ يعني هل احنا شعب مكتوب كده على دماغنا ان احنا ما ينفعش نكسب الا بالهم، او نتعادل الا بالهم، او نلعب الا بالهم، او اي حاجه؟ ليه يا جماعه؟ ليه والله؟ واحنا عملنا ايه؟ انا نفسي اعرف ايه العمل الاسود اللي احنا عملناه في دنيتنا عشان يتعمل فينا كده؟ بجد بجد والله. بس قبل ما نبدا في اي حاجه، يا ريت هحط لك لينك في الديسكريبشن، خش اتبرع لو سمحت ولو ب5 جنيه، لان انا ناوي ان شاء الله باذن الله اعمل محطه فضائيه جديده عشان ما اسمعش علي محمد علي تاني. بص يا عم الناس، بعد ما تكون كده حطيت لايك واشتركت في القناه وعملت الحاجات دي، فانا حابب اقول لك ان منتخب مصر النهارده بيلاعب فرقه دفاعها ملط اكتر من موزمبيق. كفايه، انا بص مش هقول لك حاجه تانية. كفايه ان اقول لك ان المنتخب غانا دفاعه ملط. مفيش كده يعني. دفاع موزمبيق ماسك نفسه شويه، مش عارف ليه بقولها ايقو كده، بس ما علينا نعديها يعني. حلو. فموزمبيق والله دفاعها ماسك نفسه شويه. لا، دفاع غانا في الشلاحات. دفاع غانا ما جاش. غانا كلها ما جاتش يا عم. انا اتحداك سؤالي الحلقه هو جوردان ايوه عنده كام سنه؟ لو تعرف جوردان ايوه عنده كام سنه اكتب في الكومنتات. انياكي ويليامز تحسه بيجي اللي هو ايه يا جماعه، ما لقاش منتخب اسبانيا قالوا له لا والله مش محتاجينك مش عايزينك، هناخد اخوك الصغير عيل اللي ورع كده وصغير وبتاع وهيلعب عدل، فانت ايه والله انت شوف لك صفر. راح يلعب مع غانا وتحس الفرقه كلها ما فيش ساليسو بقى ما باليسو ما فيش حاجه. مفيش حاجه. هو الواد محمد قدوس حط فيك جونين بسبب ان انت عندك رباعي دفاعي. مفيش كده. انا النهارده شفت دفاع ونص ملعب الشوط الاول، انا اسوأ من كده في حياتي كلها ما شفتش اسوأ من كده يا سيدي. مش ممكن والله. لا 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 لا. يعني ايه يبقى عندك واحد بيلعب في ارسنال اسمه كابتن محمد النني، هو ما بيلعبش في ارسنال، وده اللي فيتوريا مش قادر يقتنع بيه ان هو ما بيلعبش. يا سيدي والله ما بيلعب. يا سيدي والله بيقعد دكه. يا سيدي النني بنحبه وعلى راسنا وراجل محترم وبر بوالديه وبيعمل خير وبنحبه وبيحبنا ويا رب يخش الجنه يا سيدي، بس ما تلعبوش. شوف حد تاني. مروان عطيه بينزل في دقيقه 89 ليه مروان عطيه بينزل في الدقيقه 89؟ مروان عطيه عمل ايه؟ مروان عطيه عمل ايه في حياته عشان يقعد دكه لمحمد النني؟ محمد النني يا جماعه لا بيعرف يسلم ولا بيستلم الكره يلعبها لاقرب واحد ليه. طب انا كده استفدت ايه؟ والماتش النهارده حب بقى يقنع الناس لا يا جماعه انا اتطورت وهقدر ان انا اقدم الكور الطوليه بنجاح. عمل كورتين طوليتين بنسبه صفر. مفيش كوره منهم اتبسط صح. الراجل كابتن محمد النني ربنا يديله الصحه بيستلم الكره يا جماعه، بتبقى الكره في حوزته واللعيبه على بعد 10 متر منه، بيخش محمد النني بيفتكر نكته مثلا فبيضحك الكره تتقطع منه. 3 مرتدات النهارده علينا بسبب الهطل ده. ايه يا عم دي؟ ايه محمد النني سندروم دي اللي هو بيقلق لما البني ادم يبقى عليه على بعد 11 متر؟ ليه كده يا نني؟ والله ده احنا بنحبك بس مش كده. وبعدين هو مظلوم يعني. فيتوريا انت بتلعبه ليه؟ وبعدين لو انت مصمم على النني وشايف ان النني ركيزه اساسيه لا يمكن التغاضي عن اهميتها، لعبه 8 ما تلعبوش 6. بتلاعب لعيب ما بيعرفش يضغط 6 ليه يا كابتن فيتوريا؟ مصمم على محمد حمدي ليه؟ مصطفى فتحي بينزل مكان صلاح ليه؟ حجازي بيلعب اساسي ليه؟ ياسر ابراهيم بره القايمه ليه يا جدع؟ ليه والله انت بتاخد $200,000 في الشهر، ما شاء الله يا سيدي، الله ربنا يبارك لك فيهم، بس اعمل بلقمتك يا راجل. مشي الدنيا، اعمل اي حاجه. مش كده والله، ما هي كده. مش يعني في ايه؟ مفيش تكتيك. انت بتلعب شوط اول شوط اول قرف، شوط اول انت غانا ما بتعملش حاجه. وانت يعني هي غانا ما بتعملش حاجه، مش قادره تعمل عليك حاجه لان هي منتخب ما عندوش كوره اصلا، وانت ما عندكش كوره. انت مشكلتك، ومعلش يا جدعان صلاح مش ذنبه ان هو لعيب كبير. معلش يا جماعه صلاح مش ذنبه ان هو بيبقى عليه 4 و5 لعيبه وانت مصمم تبصيله مع ان في ناس تانية فاضيه. ما هو الكوره هتتقطع منه. ما هو مش ميسي. صلاح مهما كان مش ميسي، مش رونالدينيو هيراس ال5 ويروح يجيب جول. صلاح بيسحب 5 معاه. شوف كابتن مرموش اللي ما وصلتوش ولا كوره طول الشوط الاول. شوف مرموش الشوط الثاني لما شال المسؤوليه وعرف ان انا المحترف وان صلاح خرج فانا لازم انا اللي اشيل، وانا المفروض ان انا لعيب كبير وابين للناس ان انا قادر ان انا ابقى قائد يعني مش قائد كابتن او كده، لا قادر ان انا اقود الهجوم وان انا اقدم مستوى عظيم. بتشوف مرموش بينزل يستلم من نص الملعب يروح يرقص 2 3 ويروح على الجول.
الواد مرموش لعب شوط تاني عظمه 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 يعني. امام عاشور الشوط الاول ما عجبنيش. امام عاشور الشوط الاول كان مصمم اللي هو بقى امام عاشور اللي هو لازم يستلم ويلعب بالشوكه والسكينه ويلعب اللعب الحلو والقطايف والحاجات دي. بص لا قدامه منتخب بيكسر، منتخب ما بيلعبش هو بيكسر بس. الشوط الثاني قام جاي مشمر لهم الشوط، ويلا يا رجال يلا نلعب كوره بقى، يلا نلعب كوره بقى. فصلاح والله لما خرج ده كان ليه ايجابيه وليه سلبيه على فكره، بس انت ما لاحظتهاش. الايجابيه ان انت بقيت اللعيبه خلاص، احنا ما عندناش نجم، احنا كلنا لعيبه جامده. احنا عندنا مصطفى محمد بيلعب في اوروبا، عندنا عمر مرموش، عندنا امام عاشور كويس، حمدي فتحي اللي انا نفسي يلعب جنبه مروان عطيه عشان نص ملعبنا يمسك نفسه شويه، عندنا والله باك يمين اسمه عمر كمال ما كانش وحش، عندنا مش كده. فعندنا والله احنا لعيبه قادره ان احنا نلعب كوره، مش لازم نباصي لصلاح. ودي كانت نقطه مهمه جدا ادت لان اللعيبه خلاص بقى. وعمر مرموش حس بنفسه اللي هو لا يا جماعه انا قادر والله، وقادر اشيل الهجوم وقادر العب كوره. وشفت ازاي ان عمر مرموش شالك طول الشوط الثاني لحد ما كابتن محمود حسن تريجيزيه نزل. هي مصر هي نازله بفكره بدائيه جدا. مصر نازله والله احنا لا عايزين نهاجم ولا عايزين ندافع ولا عايزين نص ملعب، عارف احنا مش عايزين نعمل حاجه، احنا مش عايزين نعمل حاجه، احنا والله مبسوطين وانت يا رب تكون مبسوط وتنزل تحط لايك وتشترك في القناه يعني، لو انت مبسوط يعني وهم مبسوطين وبتاع. وغانا هي والله بص احنا قاعدين لما يجي لنا فرصه نبقى نجيب جول يعني، مش مستعجلين والله. احنا معاكم قدامنا 90 دقيقه، قدامنا ساعه ونص يا راجل، ده احنا قدامنا وقت طويل، احنا مع بعض اهو، هيجي لنا والله فرصه نحط جول مش عارف ايه واحنا ايه زي الفل وبتاع. وده اللي حصل. بيجي لها فرصه واحده في الشوط الاول، محمد قدوس من كابتن محمد النني اللي ما بيعرفش يضغط يا جماعه، وده مش هو ما دي مش امكانياته. بتلعبه في مكان راس مال المكان ده الضغط ليه وعملنا شوط تاني زي العنب لحد ما نزل كابتن محمود تريزيجيه. كابتن محمود تريزيجيه اللي اول ما نزل انا تغييره متخلفه مبدئيا، هي تغييره متخلفه ان انت تطلع النني، مش عشان النني حلو، لا عشان انت كده بتعري نص ملعبك اللي هو عريان. يعني انت نص ملعبك عريان بدل ما تلبسه، لا انت بتزيد القرف طين. يقوم جاي منزل والله كابتن تريزيجيه اللي هو جامد وعمل كل حاجه وسبب الجونين وزي الفل وحبيبي يا كابتن تريزيجيه والله بنحبك وكل حاجه يعني، بس بتطلع واحد من نص الملعب وتنزل واحد وينجر كده. انا قال واحد قال مرموش هيخش مع مصطفى محمد جوه، وطبعا مرموش اتقتل بعديها. انا مش فاهم مرموش بعد ما التبديله دي ما عملش ولا كوره، وتريزيجيه راح شمال وبقى في اتنين في نص الملعب وانت ورزقك. انت لو غانا كانت قدمت حاجه كانت رجعت، كانت حطت فيك الثاني الثالث والرابع، بس انت ايه رزقك واسع. لما جابوا الثاني قال لك احنا هنرجع ورا بقى وايه ورضا زي الفل 2-1 ربنا بس يكملها بالستر وايه، واهم حاجه الستر والصحه ورضا الوالدين وايه، ونقفل على كده وزي الفل. بعديها لا والله بيقول لك بقى ايه كابتن تريجيزيه بيقول لا والله ما نخسر والله ما نخسر. بيخش على المدافع بتاعهم تاني مره يخش عليه بتحسه ايه يعني ما تفهمش، المدافع افتكر مثلا اي هم ولا تفهمش افتكر ايه، ساب له الكوره. تريزيجيه راح خد الكوره لعبها للاسترايكر للمهاجم محسن النسخه برو ماكس. يعني انا مش متخيل ان احنا كنا بنلعب بمروان محسن وناس ما يعلم بها الا ربنا. شوف مصطفى محمد، اتفرج على مصطفى محمد، واحد في ماتشين حاطط جونين، هو لحقك في الماتشين. الماتش الاولاني حط لك الاول كان هيكسبك، والماتش الثاني حط لك الثاني ورجعك في الماتش، رجعك في الماتش بكوره اي لعيب مش اي لعيب في الدنيا يعني، بس اي لعيب مثلا امام عاشور مثلا لو جات له الكوره دي، عمر مرموش اي حد جات له الكوره دي هيعمل ايه؟ هيقول لك انا هستلم، هحاول استلمها واشوط، احاول اقف واقوم جاي حاططها برجلي الثانيه. هو لا، هو قام جاي رايح برجله اليمين يا دوب لمسها وهو رزقه واسع برضه ان هي جت ما بين رجلين الحارس، بس هي افضل حطه ليه هي كده. بتتعادل من العدم. وكابتن روي فيتوريا كل اللي عليه ان هو واقف في بار خط بيسقف، ما تفهمش ده فوق ما ده ولا بتاع. انت بتعمل ايه يا كابتن فيتوريا؟ انت بتعمل ايه؟ العب كوره بقى ولا قدم اي هم، خلينا نكسب ونصعد من المجموعه دي. قدامنا الراس الاخضر هتعمل مننا بطاطس محمره. الراس الاخضر دي هتعمل مننا بطاطس محمره لو لعبنا بالشكل اللي احنا لعبنا بيه في الشوط الاول ده. فياريت لو انت وصلت لحد هنا راجل محترم يا كبار انت، يا ريت تحط لايك واشترك في القناه عشان يوصلك اي فيديو جديد بننزله. سلام عليكم.